سعيد، حيث قام عدد من شباب المحافظة باعتراض سيارة المحافظ أثناء توجهه إلى الجامع، وطالب الشباب بتخلي المحافظ عن منصبه. من جهة أخرى، نظم العاملون بمصنع النهر الخالد 3 للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار نظموا مظاهرة بعد صدور قرار من إدارة المصنع بمنح جميع العمال إجازة إجبارية لمدة شهر، واعتبر العاملون هذا القرار تمهيدا لفصلهم عن العمل. من بورسعيد ينضم إلي عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال. أحمد، أطلعنا على ما لديك حول اعتراض الشباب لسيارة المحافظ، يعني شكل جديد وصورة جديدة لم نعهدها ربما من قبل. نعم، اعترض ظهر اليوم ولأول مرة شباب ثورة بورسعيد وممثلون عن جميع التيارات السياسية سيارة محافظ بورسعيد أثناء توجهه إلى جامعة بورسعيد لحضور ورشة عمل هناك، وذلك لأول مرة تحدث بمصر لأحد المحافظين الجدد بعد الثورة. وردد ثوار بورسعيد هتافات ضد سياسات المحافظ، وطلب شباب الثورة من محافظ بورسعيد عدم إشراك جلول الحزب الوطني المنحل في أي قرار يخص مستقبل بورسعيد، وخاصة أمناء اللجان في الحزب الوطني المنحل. وقالوا: من شارك في إفساد المجتمع المصري قبل الثورة وعلى مدار 30 عاما لا يمكن أن يشارك في عملية. وهل كان المحافظ نفسه يعني محسوب على نظام السابق في نظر ثوار بورسعيد من قبل، أم أن السياسات كانت جديدة في تصرفاته وفي طريقة إدارته لقضايا المحافظة؟ لا، هو ليس ممن محسوبون على النظام السابق من وجهة نظر الثوار، ولكنهم تعاملوا معه من منطلق قراراته فقط، لأنه في المحافظة منذ 22 إبريل الماضي. وكما قال شباب الثورة أنه وعد وعود كثيرة لحل مشاكل في بورسعيد، ولكنها لم تنفذ حتى الآن، بينما شددوا على ضرورة ترك أعضاء الوطني المنحل كل المواقع التي تقلدوها الآن. طيب، ماذا كان رد المحافظ وقتها، أو كيف يعني كانت القرارات بعدها؟ نعم، حاول محافظ بورسعيد بعد أن نزل من سيارته فتح حوار مع شباب بورسعيد الثائر والذين التفوا حول سيارته أمام ميدان الشهداء، ولكنهم رفضوا الحوار. وبعد ذلك تم الاتفاق على تحديد موعد الأحد المقبل للجلوس معهم في ديوان عام المحافظة للاستماع إليهم وإلى مشاكلهم ومناقشة كيفية الحلول في حدود الإمكانيات المتاحة للمحافظة. طيب أحمد، بالنسبة لمظاهرة العاملين بمصنع النهر الخالد 3 للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، أهم مطالبهم إيه، ولماذا شككوا في قرار الإجازة الإجبارية بأنه تمهيد لإقالتهم من المصنع؟ نعم، هم شككوا في قرار الأجازة الإجبارية لأن ذلك حدث من قبل مع 6 من زملائهم أن قررت إدارة المصنع وأصحابها المستثمرون اليمنيون إعطاء إجازة إجبارية ل6 من العاملين، وبعد ذلك فصلوهم. وقال العاملون أيضا أن قرار إدارة المصنع بالإجازة الإجبارية هو قرار تمهيدي لتفصيل بشكل عام من المصنع بعدما طلبوا بحقوقهم المالية التي انتزعها منهم أصحاب المصنع على حد قولهم، مؤكدين أنهم يعملون في أسوأ الظروف العملية، بالإضافة إلى أنهم القسم الوحيد الذي يتعامل مع المواد الكيماوية التي تتعامل مع الملابس وتتعرض حياتهم لمخاطر يومية، ومنهم عدد كبير أجري له عمليات جراحية بسبب هذا العمل. ولكن في نهاية اليوم اجتمع العاملون مع المحافظ اللواء أحمد عبد الله، وقالوا أنه أصدر تعليمات لرئاسة المنطقة الحرة للاستثمار التي تضم أكثر من 48 مصنع ببورسعيد للملابس الجاهزة. وقال خلال عقد الاجتماع مع العمال المتظاهرين والممثلين عن الاتحاد العام المستقل ومركز حقوق الإنسان بعودة جميع العاملين بالمصنع وعدم فصل أي عامل من المنطقة بالكامل بشكل تعسفي أو قرار فردي. شكرا للصحفي أحمد الجمال، كان معنا من محافظة بورسعيد.